حلو قوي الكلام ده. نبدأ بقى الحلقة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعد حلقة المنتجات اللي عجبتكم فحبيت اجيب لك كام فكرة كده ونبدأ ننفذها مع بعضينا، نخلي المنتجات بتاعتنا تطلع في الصور بطريقة جامدة قوي. في نفس الوقت مش هتلاقي الافكار ده اللي عندي، لان انا بخش جوه اوضتي وببدأ بقى افكر واعمل واجيب واودي ونحط دي هنا ونجيب دي هنا، وفي الاخر نطلع بالشكل الحلو ونجيبه لك عشان تبدا تنفذه وتطلع بالمنتج بتاعك بطريقه جامده قوي. وانا بجهز حاجات التصوير، في حاجات جبتها كنت عامل حساب عليها، وفي حاجات جبتها بالصدفه بصراحه بقول لك عليها واحنا بنصور. وطبعا في الاخر هقول لك على نقطه مميزه قوي بتعملها بعد ما تخلص وبعد ما تصور، بتطلع الصوره بتاعتك بطريقه احترافيه قوي. يلا بقى يا برنس، اعمل لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. طبعا في حاجات اللي جبتها صدفه زي ما قلت لك، هي دي انا ما اعرفش، هو ده خشب بصراحه. ماشي، ده لقيت ابن اختي بيلعب بيه فقلت له هات يا ابني نشوف ده هيطلع معانا بطريقه جامده في الصور ولا لا. فانا خدته معايا وبصراحه طلع بطريقه جامده قوي. فانت لو حابب تعمله على شكل نجمه، ممكن تلاقيه عندي بتاع الخشب مرمي اصلا في الارض، ممكن نعملها بكرتون ببلاش من البيت. وتاني حاجه عاوزناها معانا رف الازاز ده عشان بيخلي الصور تطلع بطريقه جامده قوي. وتالت حاجه برضو، ودي مش بفلوس ببلاش، الرخام الصغير ده. اي حد بيبيع رخام هتلاقي عنده الرخام ده مرمي، يعني انت مش محتاج تصرف اصلا عشان تطلع بصور جامده. وطبعا في رخام تاني جبناه برضو بس المكان برضو بيكون لونه جملي بس كبير شويه كده. طبعا الحاجه الاساسيه اللي هتلاقيها معاك على طول هو ورق الكنسل. الورق ده في حد سالني بتجيبه منين؟ من اي مكتبه بتبيع مثلا ادوات الاقلامه والكراريس والكلام ده، بيكون سعره 20 جنيه. فانت حاول تجيب كام لون وتخليه معاك عشان بينفع معاك في حاجات كتيره قوي. احنا في الصور بتاعتنا ممكن نخلي ورق الكنسول الخلفيه بتاعتنا، وممكن نخلي الرخام برضو الخلفيه بتاعتنا. وانا النهارده جبت لك كام منتج متوفر عندي في البيت وبدات انفذ عليه الافكار بتاعتي. انت ممكن تجيب منتجات كتيره وتبدا تنفذ نفس الافكار. حاول وانت بتاخد الفكره تحط سنه ملح من عندك، يعني حط التاتش بتاعك شويه. بصراحه انا بتفرج على صور كتيره قوي قبل ما ابدا اصور، ما بغشش. احاول اوصلك المعلومه بسيطه خالص، انت ما بتغشش، انت بتملى عينك. انت ممكن تاخد نفس الفكره وتضيف عليها حاجات صغيره خالص تطلع معاك الفكره جامده قوي. حطيت فرخ الورق الكانسول الاصفر وبدات احط الازاز عليه، واجيب النجمه احطها في نص الازاز بالظبط، وبدات اجيب صباع الروج واحطه في نص النجمه بالظبط، واجيب الغطا بتاعه واسنده كده على الجنب او اوقفه جنب منها. ماشي، وبدات افتح كاميرا التليفون. وزي ما قلت لك قبل ما تبدا تصور حاول تمسح عدسه الموبايل عشان بيفرق معاك الموضوع ده كتير قوي. مره واثنين وثلاثه واربعه، كل ما انت بتصور كل ما تمسح عدسه الموبايل عشان تفرق معاك. بس وزي ما قلت لك برده في الفيديو اللي فات، حاول تاخد كذا كادر في الصوره، يعني صور بالكاميرا العاديه، صور بالكاميرا البورتريه، صور بالكاميرا اكس 2، صور بكل الزوايا. وبعد كده خلي معاك الصور وتختار بعد كده الصوره الجامده اللي فيهم. طبعا دي الصوره بتاع الروج اللي طلعنا بيها. انا بدات اجيب الفرخ الاسود واحطه تحت واحط المنتج بتاعي واخلي الخلفيه بتاعتي صفرا زي ما هي، وابدا اغيرها بعد كده في الايديت براحتي. حاول تجمع فرخ اصفر مع فرخ ابيض، فرخ اصفر مع فرخ اسود، وادمجهم مع بعض هتطلع الصوره جامده قوي واحترافيه وتطلع غير العاديه. يعني انت حاول تاخد صوره على فرخ واحد وحاول تاخد صوره على فرخين وهتشوف الفرق. وبرده بدات اجيب النجمه اللي معايا برده الخشب واحط النجمتين جنب بعض واحط منتج على النجمه دي المنتج التاني على النجمه دي، وبدات اخد صوره والمنتج يطلع معايا بطريقه جامده كده. بصراحه النجمه ديت فادتني قوي في الصور، هي صدفه بصراحه انا ما كنتش عامل حساب عليها خالص، بس هي بصراحه طلعت بطريقه جامده قوي معايا في الصور. فانت لو حابب تعملها ممكن تعملها على كرتون او ممكن تعملها على خشب، فاسهل لك في البيت ممكن تعملها على كرتون وتجيب مقص وترسم النجمه وتبدا تقص الكرتون خالص وتفرغه. طبعا مش تاخد معاك وقت وهتكون جامده قوي في التصوير. طبعا انا هنا بدات اتني الفرخ الاصفر واحط المنتجين بتاعي كل منتج على نجمه، واجيب منتج تالت احطه في النص كده زي ما انت ما شايف، واخد الصوره بتاعتي والصوره تطلع بطريقه جامده قوي. طبعا الطريقه الثالثه اللي معانا هي تصوير الساعات، او مثلا ممكن تشوف فكره جديده غير الفكره اللي عملناها الدور اللي فات. برضو احنا الدور اللي فات جبنا المخده بتاع الساعه وبدانا نصور عليها، الدور ده احنا هنختلف خالص وهنجيب الرخام اللي قلت لك عليه ونبدا نصور عليه الساعه. طبعا احنا جبنا قطعه الرخام زي ما انت ما شايف كده وبدانا نحط الساعه عليها ونظبط الساعه بتاعتنا. ماشي، ورحنا واخدين صوره كده، بدأنا نضيف برضو قطع رخام تاني ورصها بطريقة جامدة كده، يعني رصها زي مربع بالظبط، واحدة هنا وواحدة هنا واتنين من تحت. ماشي، وحطينا الساعة في النص كده وبدأنا نصور. الصورة دي طلعت معانا بالطريقة زي ما انت ما شايف كده. عايز اقول لك ان احنا ما دفعناش اي حاجة خالص عشان نعمل اللي احنا عاوزين نعمله ده. النجمة دي الخشب ممكن نعملها بكرتون ببلاش من البيت، الرخام ده متوفر في اي مكان، قطع مرمي ممكن تجيبها وتعمل بيها. ولو ما عندكش رخام ممكن تجيب الزلط وتجمعه وتحط الساعة في النص.
ولوح الازاز ده اكيد عندك في البيت يعني انت ممكن ما تصرفش اي حاجه خالص الا الورق الكانسول ب 20 جنيه الفرخ، وتبدا تاخد صور جامده قوي. حاول وانت بتبدا في اي مشروع او في اي حاجه ما تحطش دماغك والتفكير بتاعك في الفلوس، او مثلا انا ما معيش عشان اقدر اعمل، لا. حاول تفتكس. يعني ايه تفتكس؟ حاول تفكر وتطلع بره الصندوق شويه، وانت هتبدا تنفذ اللي انت عايزه من غير اي فلوس. اللي متوفر عندي هبدا اخد بيه صور جامده قوي. ممكن اصرف 20 جنيه، ال 20 جنيه اي حد ممكن يصرفها، هو فرق الكنسل، ونبدا ناخد صور جامده قوي. حاول تفكر. فكر. فكر كتير. فكر في الحاجه اللي انت عاوز تعملها. سيبك من الماديات، عشان الماديات بعد كده هتيجي ان شاء الله، بس انت حاول في البدايه ما تقفش على ماديات خالص. انت شايف برضو احنا بدأنا نجيب برضو الازاز اللي معانا ونحطه تحت، ونحط نجم في النص، ونحط عليها جاز المنتجات بتاعتنا برضو نفس الفكره اللي قلناها في الاول، وحاول تاخد منها كذا وضع. طبعا في طريقه جامده برضو، اللي احنا النجوم وبدأنا نجيب الرخام اللي لونها جملي ونحط عليها المنتج بتاعنا، وناخد الصوره بتاعتنا بطريقه جامده زي ما انت ما شايف كده بالظبط. وممكن برضو ننيم المنتج بتاعنا كده وناخد الصوره من فوق، على حسب اللي احنا نجيب الخلفيه بتاعتنا الرخامه اللي معانا. وطبعا هوريك صور كتيره للحاجه اللي انا قلت لك عليها كده. ممكن نضيف برضو منتج تاني معانا وناخد الصوره بالمنتجين برضو كده. طبعا احنا كده استغلينا الرخامه اللي معانا اللي هي الباك جراوند بتاعتنا، يعني الخلفيه بتاعتنا هتبقى الرخامه. وهنجيب التصوير من فوق، يعني هنخلي الكاميرا من فوق ونبدا نصور. طبعا هناخدها بكذا طريقه وبكذا شكل، وممكن برضو نحط الرخامه السوداء اللي بتاعتنا كده العرض برضو تطلع معانا هي الخلفيه بتاعتنا في الصوره. بدانا نجيب ادوات الميك اب بتاعتنا ونيجي من بره كده نرص عليها 3 4 منتجات وتطلع بطريقه جامده قوي. يعني جبنا صباع الروج حطيناه في النص، وجبنا منتجين تاني حطيناه من هنا ومن هنا. انت ممكن تغير في المنتجات، يعني ده اللي متوفر معايا انا بدات انفذ عليه، انت ممكن تغير وتحط بقى اللي انت عايز تحطه، او اللي متوفر عندك، او الاعلان بتاعك اللي انت عايز تعمله هو ايه. ولو برضو فتحنا علبة الميك اب كده وبدأنا نحط منتج من هنا ومنتج من هنا، اكن الهدايا بتاعتنا هي اللي على الجنب اللي هنديها فري للناس. طبعا انت وصلت لاخر الفيديو، حابب اشكرك على الدعم اللي انت بتدعموني الفتره اللي فاتت. ولو ما اتفرجتش على حلقه المنتجات الاولى فحابب اقول لك روح اتفرج عليها، هسيبها لك في اخر الفيديو ده عشان هتستفاد منها بحاجات كتير قوي، ونقول فيها معلومات هتفيدك قوي لو انت لسه بادئ. وعشان انت وصلت لاخر الفيديو تعالى اقول لك على الحاجه اللي هتفرق معاك كتير قوي في صورك، هي اللي هتخلي صورك في حته تانية بجد بجد بجد، هي الايديت. الايديت بيقدر يغير الصوره بتاعتك 180 درجه. تعالى اوريك كده. زي ما انت ما شايف كده، هو ده الفرق بين ده وبين ده، هو ده اللي احنا بنقول عليه. هو ده الصوره معموله ايديت والصوره من غير ايديت. فانت حاول تعمل ايديت عشان الايديت بيفرق معاك كتير قوي. ولو ما اتفرجتش على حلقات الايديت ففي حلقات كتير قوي عندي على الصفحه، خش شوفها وشوف الفلاتر اللي انا بسيبها لك، هتنفع معاك على حاجات كتير قوي. انا مستخدم فلاتر كتير قوي في الصور ديت من اللي انا سايبها عندي على القناه. الفلاتر بتنفع على اي حاجه، منتجات او اشخاص، فانت خش شوف الفلاتر وحملها خليها عندك. ولو حابين نتكلم على حاجات تاني في المنتجات فاكيد انا بستنى الكومنت بتاعك بالطلب اللي انت عايزه بنفذه لك ان شاء الله. ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم.